كما شفتوا في البوست اللي حطيت قبل، قلت لكم اذا المنتخب الوطني المغربي فاز على منتخب فرنسا فغادي نفرح 3 ديال العرسان، غادي نجي ان شاء الله نغني لهم في العرس ديالهم هديه. قدر الله ما شاء فعل، المنتخب الوطني المغربي ما تمكنش من الفوز، اذا ما غاديش نديروا 3 ديال العرسان، ولكن غادي نفرحوا 5 ديال العرسان. غادي نفرحوا 5 ديال العرسان في بلاصه 3. الفرحه ديال هاد الناس هذه ما متعلقاش بكره القدم. صراحة بغينا نفرحوا ونشوفوا المنتخب الوطني حتى حنا يفوت الأدوار أكثر وأكثر، ولكن هذا في حد ذاته إنجاز. شفنا دول اللي صنعت مجد الكرة، اللي عندها تاريخ كروي غادرت قبل منا، كالبرازيل كألمانيا كهولندا، فاحنا الحمد لله وصلنا لمراتب اللي بزاف ديال الدول يتمنوا انهم يوصلوا لها. اذا الفريق الوطني المغربي مشكور على هذه المجهودات اللي قام بها. هاد الناس هادو اللي غادي نفرحوهم، هاد الخمسه هادو انا بالنسبه لي سبيسيال بزاف ويبغيوهم بزاف ديال المغاربه وعزاز عند المغاربه، هما من ذوي الاحتياجات الخاصه. غادي نفرحوا 5 ديال العرسان من ذوي الاحتياجات الخاصه، وغادي نديروا لهم ان شاء الله عرس اسطوري، عرس اللي غادي يبقى في التاريخ. وهذا الشيء غادي يكون ان شاء الله بتنسيق مع مؤسسه ريحانه للتنميه والتضامن، مشكورين حتى هم على المجهودات ديالهم. وغادي تبقاو معنا، وغادي ان شاء الله تشوفوا معنا الاجواء ديال هذا العرس، غادي نصوروا لكم، غادي نحطوا لكم باش تعيشوا معنا حتى نتوما ديك الفرحه. المغرب ما يختازلوش كله فرحه ديال كره القدم. المغرب كبير بزاف بالتقدم ديالو، بالتطور ديالو، بالشعب ديالو، بالكرم ديالو، بالاستقبال ديالو. رايه المغرب دائما الفوق. ما حالفناش لحد هذه المره، ان شاء الله نتمنى حالفنا في تظاهرات اخرى ان شاء الله. تبارك الله عليكم. 5 ديال العرسان لكم مني احلى سهره واحلى ليله واحلى عرس.